السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي المشاهدين؟ ان شاء الله كله بخير. انا جاي لكم بفيديو جديد ان شاء الله. قلت اعمل معاكم التوابل اللي هي الكزبرة والفلفل الاسود والكمون. هنعملهم باذن الله في البيت، مش هنجيبهم مطحونين جاهزين، احنا هنجيبهم حد كده اهو وهنطحنه. الكمون اهو برضو اهو حب وهنطحنه، بس الاول بيتنقى حلو. انا نقيته حلو طبعا وخليته زي ما انتم شايفينه كده زي الفل اهو. هحطه بقى على الطاسه على البوتاجاز وهديله تشويحه. كل حاجه هديلها تشويحه واحطها واسيبها لما تبرد، بعد كده اطحنها واوريها، يعني هنطحنها مع بعض وهوريها لكم. انا حطيت اهو دي الكزبره، حطيت لها شويه ملح، هشوحها طبعا لغايه ما ايه تتشوح كده وتطلع ريحه. اول ما هتطلع ريحه هروح طافيه، طبعا مش هخليها تتحرق او تتحمش قوي علشان برضو تبقى حلوه. انا بحمصها بس عشان تعيش. لا انا اعملها ان شاء الله دي علشان رمضان وعلشان اي وقت برضه، يعني ممكن بعد رمضان تفضل عندك مش هيجرى لها حاجه طالما انت محمصاها. هتقعد عندك من السنه للسنه ولا هيجرى لها اي حاجه، ولا هتسوس ولا حاجه. بس طبعا في الصيف لو عندك توابل زياده حطيها في درج التلاجة او في الفريزر، مش هيجرى لها اي حاجه. احنا لسه دلوقتي ما دخلناش في الصيف، يعني احنا لسه في ايه، في اواخر الشتاء. هنشوحها حلو وهي احطها بقى تبرد. انا خلصتها خالص اهي ما شاء الله، اتشوحت اهي. وحط لها شويه ملح ياخدوا برضو ايه طعم الكزبره ويتشوحوا معاها. الملح ده كمان برضو حلو، بيحافظ لك عليها. تاني حاجه ان هو بيساعدك في الكبه او او اللي هي بتاعت التوابل ان يتطحن بسرعه، ما ياخدش معاكي وقت. وكمان عشان يتطحن على طول ناعم، يبقى ناعم ما يغلبكيش. خلاص كده انا هحطه بقى في حاجه تبرد وهوريهولكم. انا فضيته هنا اهو، اسيبه بقى يبرد شويه، هو سخن اهو، اسيبه طبعا يبرد. على فكره دي بتبقى حاجه من الكزبره بس محموشه شويه اهي. انا منقيه طبعا، لازم تنقيه حلو قوي عشان ايه ما يقرش ايه تحت اسناننا اهو. وده برضو الكمون اهو، انا هفيته بالمصفى ونقيته بقى زي الفل. هاخده معايا اهو على البوتاجاز وهوريهولكم اهو. برضو حاطه له برضو شويه ملح واشوحه كده لغايه ما ياخد برضو ايه لون بسيط. مش عايزه برضو يتحمش عشان ما يبقاش ممرر، وعشان لونه ما يغمقش يبقى حلو. اما الفلفل الاسود طبعا احنا بنطحنه على طول كده، مش هنعمل فيه حاجه ولا بيتشوح ولا حاجه. لو عندك اي توابل برضو بتطحنيها عادي. انا بشوحه اهو زي ما انتم شايفينه. انا هطفي عليه بقى خلاص كده. حاطط له برضو شويه الملح عشان يساعد على الايه على الطحن بتاعه ويحافظ عليه. بس انطفيت اهو. انا حطيته في حاجه واسعه عشان يبرد، بعد كده افضيه ايه في البوله بتاعته او اطحن على طول بقى اهو. ما شاء الله هو لسه سخن اهو، شايفينه. طبعا بتسيبيه لما يهدى شويه عشان الكبه، وعشان برضو ما يبقاش الحاجه لما تكون سخنه قوي تعمليها ما بتبقاش كويسه، تبقى برضو حاجه صحيه يعني اهو. هجيب برضو الفلفل وهطحنه بقى الفلفل في الاخر. انا حطيته في الكبه اهو، او في بتاعه مطحنه التوابل، وهحطها في هطحنه بقى واوريهولكم عشان ما اعملكوش دوشه ازعاج. انا طحنته اهو زي ما انتم شايفينه. هحطيه بقى في العلبه اهو. دي الكزبره شايفينها اهي. انا قلت بس افضي قدامكم كده علشان ايه ممكن ابقى ايه اعمل الباقي بعدين. انا حطيت الكمون اهو، هطحنه برضو واوريهولكم عشان برضو ما اعملكوش ازعاج. انا خلصت اهو، ادي الكمون اهو خلص ما شاء الله، وادي الكزبره. انا معايا بقى هنا فلفل اهو اسود اهو، ده لسه هطحنه، قلت بس اوريهولكم. هطحنه برضو واوريهولكم اهو. انا حطيته في المطحنه، هطحنه بقى واوريهولكم. طبعا بيخلي ريحه جميله يا جماعه، وبتبقى ريحه التوابل احلى من اللي انت جايباها من بره اهو. يا جماعه انا خلصت خالص الفلفل اهو، بسم الله ما شاء الله اهو. حتى برضو انا بخليه يعني بيبقى ناعم، بس بسيب فيه جرشات بسيطه علشان بعد كده ممكن احطهم في قلب الشوربه، يبقى برضو مدي طعم. وبعدين لما برضو بتديله في جرشه بسيطه كده بتبقى طعمه حلو يعني اهو. اهو ما شاء الله تحفه يا جماعه اهو. كده عملنا مع بعض اهو الكزبره والكمون والفلفل بطريقه سهله وبسيطه. وكمان بتعمليه
بتعمليه في قلب بيتك انت منقياه وجايباه وعاملاه حلو. طبعا دي حاجه جميله، لان طبعا هم بيعملوا مش عارفين ان كان هينقوا ايه ولا ايه، ولا هينخلوا ايه ولا ايه، ولا هيغربلوا ايه ولا ايه. انت بتجيبيه في البيت، بتعمليه بالمصفى وبتنقيه وبتخليه زي الفل، وبتديله تحميصه كمان، بيبقى طعمه تحفة. غير كمان ما بيبقى الريحة عالية، وكمان بيبقى ليه فايدة حلوة، يعني بتبقى ريحته حلوة وطعمه حلو. بتبقى شامة الريحة والطعم بتاعه بيبقى حلو، غير اللي انت بتبقى جايباه انت متعرفيش ملخبطين عليه ايه. يعني بصراحة حاجة جميلة وحاجة نضيفة وحاجة حلوة. عملنا مع بعض النهاردة إن شاء الله اللي هو الكزبرة. طبعا حطيت لها شوية ملح بعد ما نقيتها، وبعد كده حمصتها، وبعد كده ضربتها في الكبة اللي هي طحنتها زي ما انتوا شايفينها. والكمون نفس النظام برضو، والفلفل طبعا ده كده كده ولا بيتحمص ولا بيتنقى، هو الفلفل عادي مسكته طحنته زي ما انتوا شايفينه. تحفة يا جماعة والله، تحفة تحفة تحفة. إن شاء الله إن عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة ودعموه ودوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اللي محطش بقى لايك دلوقتي يحط، اللي مشتركش يشترك. وفرحوا قلبي كده ودعموا القناة ودوسوا على الجرس وفرحوني بلايك كده وتعليق جميل. انا نفسي مستنية التعليق كده، تقولوا لي انهي الاحلى، ان انت تجيبيه في البيت وتطحنيه، ولا انك تجيبيه جاهز. طبعا في ناس بتجيبه جاهز على اساس ان بتبقى مستعجلة، المطحنة بتاعتها مش شغالة كده، يعني مش مشكلة. بس برضو كل ما بتجيبيه في بيتك بتبقى حاجتك مضمونة ونضيفة وحلوة، منقياه ومغربلاه وعاملاه زي الفل. ان شاء الله يعجبكم الفيديو باذن الله. ان عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه ودعموه. احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين حبايب المشاهدين. عملنا التوابل بتاعه رمضان، توابل بسيطه وسهله جدا. اي نوع توابل هتعملي كده برضو، بس في حاجات بتتحمص وفي حاجات لا، وفي حاجات بتتنقى برضو وفي حاجات لا. يعني انت اللي بتنقي الكزبره والكمون بس، مفيش حاجه تانية متقلي بتتنقى. حاجات بسيطه وخفيفه وجميله اهي ما شاء الله. تحفه يا جماعه باذن الله، وهتعجبكم باذن الله. كفاية بس الروائح الجميلة اللي في المطبخ كده والطعم الحلو، وبتبقى ريحتها عالية وجودتها عالية وجميلة ما شاء الله، ولا ملخبطة بقى عليها حاجة ولا محتاجة. بعدين على فكرة يا جماعة، في ناس بتحب تعمل بطرمان جميع التوابل. لا، أنا بحب أعمل كل حاجة لوحدها، لأن مش كل الأكلات هتاخد التوابل كلها، ومش كل الأكلات هتاخد نفس التوابل. إن شاء الله يعجبكم وجربوه. مستنية تعليقاتكم، مستنية لايكاتكم. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.